وزارة حكم من وزير أمر عليه وزير مستقيل من 26 جويل، وصادق عليه رئيس حكومة من المفروض داخل في حوار مع الحزب نتاعو مع شركاء مع الرباعي ومع الأحزاب المصرية في التأسيس ومع منظمات المجتمع المدني، يصدر لنا قرار اللي احنا كاباس راهو نحيناه بالدم، راهو قدمنا الدم والله كتبناه لنا كاباس بالدم في ساحة ببنات على جدران وزارة التربية. يجي اليوم بجرد قلم يعيد لنا منظومة الفساد ومنظومة الرشوة ومنظومة المحسوبية ومنظومة الفلوس ومنظومة الاكتاف ومنظومة التشغيل أكلوبيات داخل وزارة التربية. كي قلنا لكم راهي المندوبيات ووزارة التربية وكر للفساد ووكر للمحسوبية، رانا ما كتبناش لأنه عملية التطهير الحقيقي ما صارتش فيها. وهنا نلوم النقابيين الشرفاء داخل المندوبيات وداخل وزارة التربية. ليش؟ لأنه ما قمناش بالدور اللي لازم نقوموا به. هذا علاش اليوم راهو قرار إعادة الكفاس أو ما يسمى بحاج موسى ولا موسى الحاج. ما قال لك احنا نحينا الكفاس، راهو البلاغ اللي صدر قال لك وزارة التربية. شوفك العنوان الكبير، ما زالت تستخدم فينا، نحن أصحاب شهاد ومتخرجين فينا اللي عامل باك بيسات، ما زالت وزارة التربية تستخدم فينا. خرجت بلاغ إعادة إخراجه، قالت احنا قطعنا ما منظومة الكفاس. أخي واللي تعملوا فيه شنو؟ أخي الكفاس كان بالكسيات وكان بالكتاب وكان بالوراء، بالعكس كان قبل في الكفاس كان تم ستاج قبل الوراء. ايش عملوا؟ جاوا نحاول ستاج. هذا هو الفرق الوحيد. معناها قبل الستاج اللي انت تقابل فيه المفقدين باش تتكون بيداغوجيين، تتكون في التربيه، تتكون في اليات التواصل، اما تلاهم لا جاوا نحوه. ونحن نعرفوا راهو كنقولوا راهي الاداره التونسيه ما تنجمش تضمن الشفافيه وما تنجمش تضمن العداله. ليش؟ لانه اداره تم تحذيب، لانه اداره تم اغراقها بتعيينات حزبيه. وزاره التربيه تصوروا فيها انسان معين من احداث سمع. يبقى هذا معادي العلم، مش معادي الحياه. هذا مش كارثه الشفافيه، هذا مش كارثه العداله. باهي اخي احنا قدمنا شهداء وجرحى باش يعاودوا النظام بن عليه. بدي هذا جابوا شرف سيء الذكر، كفاس جابوا شرف سيء الذكر، وراو 98 وقت جاء كفاس. المعطلين والطلبة اتصدون وتسجنوا وتعاقب وثم فيهم الناس التنفيذ، فيها ناس اضطرت الهجرة. وهكذا ريتوا انتم على مر السنوات الكباس شو انت التشغيل بالمنطقة اللي عنده فلوس. ما انا كان تشغيل ولاد برجوازية، هم ولاد الشعب بطال، ولاد الشعب هم بطال. والله انا بالنسبه لي يجيني اداري ولا يجيني مسؤول. انا صار في حوار مع في احد المنابر العالميه، عملنا مدير ديوان وزاره التربيه يقول لي احنا مش نبدلوا المنوال. اخي هذا منوال مش بدل، هذا تحريف الميت. معناها كباس احياء للميت. كيف لميت ان ينقذ مناهج حافل و300 ألف معقد في تونس طامح انه يشتغل، طامح انه يحقق كرامته، طامح انه يقول انا نحب نحب نعيش في البلاد هذه ونحب يكون عندي كرامه، نحب يكون عندي كرامه. بالتالي لو كل انسان مع احترامي للناس الاداريين ومع احترامي للموظفين وزاره التربيه والمندوبيات اللي احنا نحبوهم وربما نختلف معاهم في بعض المسائل، لو كل انسان مش يدافع عن الخير هذا راهو بالنسبه لي وكانه لم يحدث شيء في تونس، وكانه لم يحدث شيء في تونس. نحن نقولوا راهو قدمنا الكثير في تونس، في البلديه قدمنا الكثير. دلوقتي قدمنا شهداء. احترموا الشهداء الناس اللي ماتوا، احترموا على الاقل اول شهيد في الثوره التونسيه اللي هو الاستاذ محمد عماري اللي قبل البنهارين كان يعدي في الكفاس قبل ما يموت، وكان حلمه الوحيد. والكفاس بالنسبه لي كان سيف مسلط على عقبته بشبوه ما يعيش، بشبوه القراه وبيعمل اجوه المعده والمعزه وخدم عليه المردومه وخدم عليه المرمى، يرجع يحقق له نوع من كرامته ويردوا شوي مثل الجميل. يجي اليوم جرد قلم سيد سالم الابيض مع احترامنا لتاريخه، ولانه ما كانش عنده تاريخ راهو للامانه، كان انسان انتهازي. مع احترامنا للتيار الفكري اللي ينتمي له، لان احترام التيارات الفكريه ونحترم المدارس المعرفيه. اما بالنسبه لنا راهو عمل ذبحه، وذبحه قدامه، ذبحها المعطلين بالقرار هذا. معناها كل شيء انسان يشمه في البيت بدي قارس راهو جيفه كفاس حاجه اسمها جيفه. نحن نرفض الاموات، نرفض احياء الموت.
نرفض إحياء الموتى، نحن نريد الحياة، لكن حياة برؤية جديدة، بقوانين جديدة، بتصورات جديدة، بدائل جديدة. وهذا مطروح، هذا مطروح على المعاطلين وعلى هيئة الوزارة وعلى المندوبيات وعلى النقابات وعلى هيئة المجتمع المدني وعلى المتفقدين اللي هو هيئة المهم وتبتروا فيهم يحتاجوا منقطعين. وثم إمكانية لتسجيل الامتحانات، يعني وزارة التربية تتخبط علاش؟ لأنه اللوبيات القديمة متاع قسم، خاصة قسم الشؤون القانونية، قسم الشؤون القانونية وتحمل مسؤوليته إذا كان تعشش فيه اللوبيات القديمة. وهنا كان اللوبيات ما تتعشش في وزارة في المندوبية الجوية للتربية. ورانا بالنسبة لنا احنا راو على الحق ما نسكتوش، على الحق يستحيل النصف، على الحق ما نسكتوش، وحقنا في التشغيل ماناش باش ننزلوا عنه. اما راو حقنا نحبوا يتكرس الناس الكل. الانسان متخرج كي متخرج 2011 كان متخرج 96 بطبيعة الحال كان نجموا نطرحوا نجموا نحطوا. طب المقترحات هذه مقترحات الوزارة ومقترحات المعاطلين ومقترحات النقابات نحطها على الطاولة نتناقشوا فيها. أما أنه يكون قرار أحادي الجانب ويحبوا يفرضوه علينا رغم ما قدمناه كمعاطلين عمل مختلف، معناها تو كانت تنسيقيات أو مختلف هياكلنا، يجي يفرض علينا قرار وسامحني فيك نقول وزير التربية والحكومة مهدي جمعة راه هذا امتحان حقيقي أمام أبناء الشعب. إذا أنتم مش تراجعوا على القرار هذا وتلغيوا مبدأ الكفاز بتصوراتكم الجديدة بل بالغوغائية تقولوا بها يبروا بالكلام، معناها تصوروا معناها المدرسة السلطائية لم تنجح عندما كان معناها الفلاسفة وعمق المدرسة دي ممتد في مدرسة في الفلسفة الإغريقية. اليوم مدير ديوان وزارة التربية يصفصف، خليني نقول يصفصف باش ما يقولش كلمة أخرى لأني نحترم شخصه، لأنه بالنسبة لي هو للأمانة كان مقرب من بعض التصورات التقدمية داخل وزارة التربية. بالله رجاء يستريه كفاك صفصة وكفاك من استقبال المعاطلين العمل. رغم المعاطلين فيهم كفاءات، فينا القدير ومن الجدير، معناها قادرين نحلوا وقادرين نقراوا الأمر اللي انت أصدرته، الأمر 58 هذا بتاريخ 16 جانفي راهو بالنسبة لنا ماناش قابلينه. ونحن وقت نرفضوا كاتحاد معاطلين وكمعاطلين عمل رانا ماناش نرفضوا من أجل الرفض، راهو عندنا تصورات وعندنا بدائل، لكن ما قلناش احنا تصوراتنا وبدائلنا اللي هي تصورات المثلى. قلنا هات تناقشوا، هات تقعدوا على الطاولة ونتناقشوا، هذا مثلا. ثم المعاطلين إذا ما شاركش فيها المعاطلين عمل ماليش لكم نشارك فيها، إذا ما شاركش فيها النقابات اللي هي معنية بتاع المنظومة التربوية اللي ما شاركش فيها المتفقدين، مش كل المتفقدين عام الأول يتشكاوا أنه القانون القدير ما خدمش المنظومة التربوية، وأنه تعيين بالعفو التشريعي العام ما خدمش المنظومة التربوية وأدى إلى فشل داخل الفصول وداخل الأقسام. إيه اليوم ما شاركاش بآلية من أهم آليات الانتداب داخل وزارة التربية اللي نعرفه هي المستهدف الأول لينا كمعاطلين عمل مع وزارة الصحة مع بعض الوزارات الأخرى. هي احنا بالنسبة لنا نطمح أنه نشتغلوا، نطمح من حقنا أن نحلموا أنه نشتغلوا في الوظيفة العمومية. أما أن تكون الوظيفة العمومية حكرا لناس على حساب ناس ما نجموش نوافقوا، ما نجموش نسكتوا في الاثنين. ورانا اليوم كي جينا نحتاجوا هنا كان في المندوبية الجوية للتربية مش من أجل أنه نجوا نستعرضوا مجرد خطابات رنانة ومجرد كلام ومجرد شعارات نرفعها ونقولوا راهو شغل الحرية كرم وطنية هو شعار الثورة الحقيقي. لا احنا كي نجوا نحتاجوا راهو نجوا من أجل فرض مبدأ التفاوض، لكن التفاوض وفق رؤية تحترم الجميع وفق رؤية تحترم الجميع وتحترم عقلياتنا وتحترم شهيتنا وتحترم الكفاءات اللي احنا فيها. أما بالنسبة لنا وقت اللي يضحكوا علينا ويستعلاوا علينا بمنطق، شوف وزير التربية أنا سمعته في كلام قالوا للزملاء النواب، قال لهم أنا وزير عنيد. وزير أنت كان أنت عنيد، احنا جايين من رحم الحجر، روسنا صحيحة وإرادتنا قوية، الإرادة متاعنا قوية لا تكسر. وهذا كان يسمينا المعركة اليوم، والمعركة مش مخوضها ضد الأمر هذا، معركة كسر العظام. رانا احنا متصدين اليوم نحتاجه وغدوه نحتاجه وراه يجي نهار ونسكرها المندوبية هذه. وبالنسبة لنا
راهو عندنا تصور. وهنا من بعد كده مش نخرجوا للمندوب الجهوي للتربيه ومش نبلغوه اصواتنا اللي يلزموا ما هو ممثل الوزاره يوصلها للوزير، والوزير رانا عملنا معاه جلسه كاعضاء مكتب وطني وكمنظمه، عملنا معاه جلسه وقلنا له هذا راهو الامر هذا ما يلزموش يتعدى، واذا انت تحترم كيفيه وصولك الى وزاره التربيه لازمك تفتح حوار جدي. اول حاجه لازمك اول شرط تلغي الامر هذا، تلغيه، ومن بعد كان نقدموا مقترحاتنا، الكل نقدم مقترحات، الاساتذه النواب، المعلمين النواب، اتحاد معطين العمل، نقابه التعليم الاساسي، نقابه التعليم الثانوي، الوزاره باعتبارها الهيكل الرسمي، المتفقدين، الاداريين، هاتنا المتصورات ونناقشها وقت النص صيغه ترضي الجميع. حتى تو كان سمعت مدير ديوان وزاره التربيه يقول سنه التخرج ربما يرضي البعض ولا يرضي الطرف الاخر. يا سيدي اتحاد معطينا ويقول لك ما هوش نكبش في الخيار هذا، لكن من حق الناس اللي طلبت بطلبتهم بفعل الاقصاء الامني وبفعل السياسات الخاطئه اللي بيخدموا خذا ما يخدموش ولا يموتوا، يتحب تخلق منها انتحاريين. والبطاله راهي شكل من اشكال العنف اللي يؤدي الى الارهاب والقتل والحركات العنيفه، او تحب تخلق منها ناس منتحرين. ونحن رانا لا نحب نكون منتحرين ولا نحب ننتحر، نحب نعيش، نريد ان نحيا ويحيا هذا الوطن. ما نجموش نحيوا ويحيوا هذا الوطن وانتم تفتكوا منا حقنا الاساسي اللي محنا كرام اللي هو التشغيل. فرجاء استحوا واحترموا الشهداء واحترموا شاهد. رانا اصحاب شهائد، وبالله ما تقولوش المنظومه التربويه خاربه. كي خاربه انتم وينكم سنوات. مانيش مش ردد ذاك المقوله نتاع لطفي تاع النهضه ذاك، اين من انت وين كنت؟ لا نحن كنا نناضل ما قبل 14 شهر وما زلنا نناضل لانه نعتقد انه ما تغير شيء. وبدليل كونك كاميرا ما تغير شيء هاو بالله راهو شعار هذا كلف عناه للكفاءه المحسوبيه للرشوه. راهو عندنا تصور في اذهاننا احنا كمعطلين وطالت السنوات البطاله نتاعنا وحتى جدد. كل انسان حتى والدينا كي تقول له الكفاءه تقول لك ما فلوس تي ما رشوه تي ما 12 مليون. الكفاءه في اخر 2010 ب 12 مليون 12 مليون تخت. توا في عهد الازمه الماليه ما نقدرش مش تولي، وفي عهد انتشار الفساد، وانتشار الفساد راهو هذا كي قلنا راهو انتشار الفساد راهو هذه مش كلام اتحاد المعطين عمل فقط. هيك منظمه الشفافيه الماليه كل الناس وكل الهياكل اللي تراقب في سير الاداري وفي العمل الحكومي وفي الهياكل المعنيه في تونس تقول لك راهو الفساد انتشر. وهذه هياكل تونسيه وهياكل اجنبيه تقول لك راهي نسبه الفساد والمحسوبيه والرشوه والفساد الاداري والفساد الكل ارتفع في تونس ما بعد 14 شهر. هيك ارتفع. هل هذا مش يخلي الكاباس كما يقول معناها مدير ديوان وزاره التربيه مش نضمن فيه الشفافيه وتكافؤ الفرص؟ علاش كنت تضحك؟ استحي على نفسك. يودي احترمنا، يودي احترم الشهداء، احترم الناس اللي ماتوا، احترم مبدأ الحوار اللي يوصلك انت بالصدق مع قراءتنا وتصورنا للحوار اللي صار. لكن انت وصلت عن طريق تشاورات ما بين احزاب سياسيه وما بين منظمات. المنظمات والاحزاب السياسيه هذه والهياكل والمجتمع المدني ما شاركوش في اتخاذ قرار مصيري يهم 300,000 معطل. يعني اذا ما تحترموش الشريحه هذه اللي هي راهو شريحه الدس الحقيقيه للتكافؤ. اخي ما نقول حكومه تكنوقراط وكفاءات، هذه التكنوقراط ما يقراي ناس قارئه معناها تكنوقراط وكفاءات راهي ناس متعلمه في الجامعه التونسيه وزاد كملت البرة ولا تعلمت في الجامعه التونسيه. لو الجامعه التونسيه كانت تصدر في ناس ممتازين، وانا نعتقد ان الجامعه التونسيه بامكانها ان تستعيد اشعاع شريطه ان تكون ثم اراده سياسيه جاده لاصلاح منظومه التعليم. احنا معاكم كمعطي العمل نجب اصلاح المنظومه التربويه
اما مش على حسابنا اليوم، مش باصلاح المنظومه التربويه انك تعدلها الكباس. اخي ما ريتش التواول اللي مش موجوده، ما ريتش العنف المستشري في المؤسسه التربويه اللي بدك تصلحه، ما ريتش التلميذ اللي يقرا ثانيه ابتدائي هذكر قبل سوس اكثر من مناهج يا اخي وزاره التربيه للدرجه غبيه ويحبوه يخرج. ما راهو شكل الناس التعليم الخاص اليوم اللي ينخر في البلاد ينخر في المنظومه ويوزع في الشيء كيما جاء وما تماش رقابه. ما راهوش يحكينوا هكذا. واللي يا اخي الناس اللي قرات في التعليم الخاص وعندها 10 سنين تقري في التعليم الخاص ما عندهمش خبره. تمشي تعاين بالنيابات اظنك عاملين ولا انتم مش عاملين. احترمونا يهديكم، احترمونا وترجموا الشعار الحقيقي اللي من اجله كانوا المعطين عمل في مقدمه الحراك الاجتماعي والحراك الثوري، واللي هما لولا تضحياتهم ما نقولها وماناش نزايدوا في المساله دي، ماناش نزايدوا لولا تضحيات المعطين العمل في مختلف جهات تونس ما كان للمنظومه ان تصبح. علاش المعطين عمل لكم نقولوا المعطين عمل راهو عنوان الثوره الابرز، راه ما يملكوا حتى شيء باش يخسروه. عندنا كانك الشاب البعض فينا انا ولا يحرق فيها البعض فينا. انا ريت من الصور معناها التي شدتني الايماد مجموعه من المعطلين يبيعوا فيها، مجموعه من المعطلين حطها في ميزان ويوزنوا بها بالفوق، وللاسف مش راحت. علاش؟ لان ولد شايف في بالقرار هذا غير معترف به، بقرار اعاده التنفيذ وانت شايف كيف بالله اشرب منه كما قالت لك الوزيره سيتذكر اشرب من البحر. نحن يا ولدي لا نريد، نحب نعيشوا في البلاد، وكنحبوا نعيشوا رانا ما نحبوش نعيشوا وحدنا باش ما يزيدوش علينا، باش ما يقولوش اتحاد المعطين عمل يدافع كان على الكبار في العمر ولا العزايز. لا اخويا احنا تو كان في الوقفه هذه فينا ناس متخرجه 2010 وفينا ناس متخرجه اما رافضه هاي 2011 اما رافضه منظومه اعاده الكباس. علاش؟ لانه في ذهنها في الواقع راهو نتيجه قراءتنا للواقع منظومه الكباس يعني منظومه الفساد، يعني منظومه الرشوه، يعني الفلوس، يعني التمصير. خويا احنا ما يزينا ما نحبوش التمصير باحلامنا وما نحبوش التمصير بحقنا. وكما قلنا راهو التشكيل بعد 14 جانفي كان بالزبونيه السياسيه وبالولاء السياسي. يا خويا ما نحبوش احنا الولاء، نحب القانون ينسحب على الجميع، واذا مش ينسحب على الجميع لازم نبعد على مبدا التناظر هذا. اما نحطوا قانون واحنا عندنا مقترح ومش نقدموه وطالبين جلسه مع الوزير الاول وطالبين جلسه مع وزير التربيه جلسه ثانيه وطالبين جلسه مع كل هيك لما النقابات الى اخره. قلنا هاو مقترحنا، هاو تصورنا، هاو بديلنا اللي احنا نراو فيه مش يحقق تكافؤ ويعطي للناس كل حقوقها، لكن بطبيعه الحال اما تمثيلات نسلوا من طالب بطلب فيه تنفيذ وتتحاوروا حول من يريد اقصانا نحن سنتصدى اليه. ورانا شعارنا المركزي شعارات لن يكلفنا النضال اكثر مما كلفنا الصمت. هذاك علاش راهي تكسر اعظامنا، تكسر رؤوسنا، تكسر ساقينا، ماناش مؤخرين. لانه كانت يا وزير عنيد احنا ارادتنا من اراده الشعب واراده الشعوب لا تقف. انا وصلنا لك رساله واضحه ما فيهاش سب ما فيهاش شتم، فيها كلام موزون وفيها كلام واضح. واذا انت مستعد نحن موجودين، لكن احنا موجودين على طاوله المفاوضات وموجودين في الساحات. علاش؟ لانه بالنسبه لنا اذا مش تكون جلسات اصغاء نفسي ما نقبلوهاش. نحن ماناش مرضى نفسانيين وما عندناش عقد. علاش؟ لانه نحن ناس نحترموا الشهاده نتاعنا وراو كخلينا ما انا ولاد شعب ما خليناش شهيدنا بالفلوس، خلينا شهيدنا بالذراع. ثم حاجه هنا في كيف تاع المعطلين شوي. اول حاجه، ثاني حاجه نشوف جماعه النيابات كي تتحرك مصر كبيره. نحن جماعه النيابات كي نتحركوا معاهم وندافعوا عليها مع مطالبهم وندافعوا عليها
الماده نتاعتهم الهدف الصحيح نتاعهم، ونطالبوا بانتدابهم ونطالبوا برشا حاجات. نحن كنت نتحركوا في مبدا الكابيس، لا ما يجوش هم اللي معانا يحسوا في انه درير ما نتفرج على طفل تقول انتدبوا جماعه العاملين 6 شهور نيابات ثم فوق وبعد اعملوا كابيس. معناها خليني نخرج بالله لحظه، بعد ما نخرج نعمل كابيس هذية ننتدب اعمل وزير الكابيس. معناها يوريك الصوره الانتهازيه. اما بكل صراحه يلزمنا نتصدوا لجماعه النيابات مهما كانت انواعهم يا اخوي، يا اما يجي ويدافع عن مطلب صحيح وندافعوا ليه على كيفيه الانتداب نتاعو طريقه بالسن وسنه التخرج. ينجم هو عامل نيابه ثم كيته كبير ينتدب في نفس البوست، وينجم عامل نيابه وصغير يكمل يعمل نيابه خليه يدخل غيره. هذا نعرفونه. بالنسبه لجماعه النيابات انا تصديت لها المره اللي فاتت، مهما اي انسان عامل نيابه ويدافع على الانتهازيه نتاعو انا بدنا نتصدر له هنا. والعام الجاي النيابات ما عادش تتخذ بالولاءات. اثناء عملت نيابه العام الجاي ارجع نيابه، العام اللي بعده نيابه، العام اللي بعده نيابه. ياسر هذه كلمه نوجهها لجماعه النيابات. يا اما الناس الكل تلتحموا مع بعضها وتدافع على نفس المطلب، يا اما الناس الكل تنقسم ونولوا ندافعوا مع بعضنا. وهذه فرصه يستغلها وزير التربيه. هذاك وزير التربيه يكون يساوي في جماعه كيف يجيب كتله من النيابه تاع المعلمين وكتله من النيابه تاع الساده والمعطين على بعضهم، كل واحد يكون كلمه والوزير يتفرج. اخر كلمه نقولها بكل صراحه يلزمها الناس الكل تلتحم مع كابيس هذايا، لانه الكابيس هذايا كيف ما خلاه هو عمره 50 سنه باش خلطنا عليه واصبحت حتى انا نحسوا عبء ثقيل عليه، كيف ما ياخذ غيري علي انا في نفس البلاصه، سواء كان يقرا سواء كان مش يقرا. الكابيس هذايا راهو جرثومه كبيره، رشوه بتحب انت كابيس ولي تشراه 5 ملايين كابيس. خمس نسمع قبل دبر 5 ملايين وبرا تنجح. الواحد ولا بطل على القرايه يخدم في المرام وباش بعد يرجع يجي 5 ملايين يدخل يقرا. ان شاء الله حتى بلاش فلوس. التناظر ليه؟ التناظر لا، عندنا مقياس سواء يتساهم فيه السن وسنه تخرج واعمل لهم كونكور صغير اخويا. ما تحب تشوفوا بهيم لا مهبول لا بوخ واعمل له تيست صغير بعد اللي وراه. شنو تجيب لي واحد من صغير عمره صغير يفوتني هنا يعني لا حتى نسي عمري مشى. وهذه يلزم الناس كنت تصدى لها. بالنسبه لظاهره النيابه هذه اكثر حاجه اللي عليها، سواء نقابه التعليم الابتدائي سواء نقابه التعليم الثانوي اللي هو يحلوا لهم برشا بيبان، لان نقابه التعليم الثانوي وصلت عاونت مساومات ماديه بكل صراحه. الثانوي ثانوي والابتدائي ابتدائي كما قالوا، عملت ثقافه مادي لما طلبها المادية ولما طلب ذريعها، وبعد اخترقت نظام هذا نقبلوا منكم 188 واحد ب 13 سنة. تصبح على خير روح. هاو قبلك تو ما بعد هزك الاعتصامات واعتصمت معاه قبلك تو ما قبلكش تمشي ترجع المعطل الكل كيف بعض. هذا نقول هنا انا ضعيف النيابة وشكل الوزير في النيابات لا